كده لو عمرو النهارده لو خلاص لو هيرجع مصر يبقى موجود، فاهم؟ يعني الناس تزعل مني. طب بمناسبه الاهلي يا عمرو، الو إيه؟ سامعني يا عمرو؟ ايوه مع حضرتك. طيب أيوة بمناسبه النادي الاهلي، ايه رايك في اعتزال ابو تريكه؟ يعني انا عارف ان انت واحد من القريبين لابو تريكه، ايه رايك في اعتزال ابو تريكه دوليا يعني؟ والله انا بص يا كابتن، في لعيب بوجهه نظره يقول لك انا بطل وانا واقف على رجلي، وفي لعيب بيقعد يأدي طول ما هو واقف على رجليه يقول لك انا عايز وجهه نظرك انت يا عمرو، يعني انت لو في نفس ظروف انا ابو وجهه تريكه. نظري انا طبعا النهارده سواء لعيب او سواء مشجع، اكيد ما حدش يتمنى النهارده ان واحد بقيمه ابو تريكه النهارده يبطل، فاهم ازاي؟ وهو ممكن يفيدني، بس هو على المستوى العام هل هو عنده الاستعداد داخل نفسه ان هو يكمل لكاس افريقيا اللي جايه او الكلام ده كله؟ ده واحد. رقم اثنين، هل هو النهارده شايف النهارده ان يكمل حتى محليا مع النادي الاهلي، او عنده رغبه يطلع مثلا 6 شهور يطلع سنه؟ دي كلها بترجع للعيب، لان كل لعيب ادرى بظروفه وادرى بقيمته الفنيه وقيمته البدنيه انه يقدر يأدي الفتره الجايه زي ما الناس عارفه ابو تريكه ولا لا. هو ممكن ذكاء منه كبير جدا يبطل، انا شخصيا ما اتمناش يبطل كلاعب كوره، لان الراجل النهارده ليه قيمه كبيره جدا زيه زي شيكابالا، زي ما الكابتن حازم امام كنت بلعب معاه كنتش اتمنى ان هو يبطل. يعني انا بقول لك في ناس بتتمتع بادائها، في ناس انت عارف النهارده على اسوأ حالاتها بس ممكن يخلص لك مباراه. طيب النوعيات دي نوعيات شيكابالا، نوعيات اخر حاجه بقى يا عمرو عايز اسالك عليها، انت وعماد متعب كنتوا عاملين زي